السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي وراجع ليكم بفيديو جديد من قناة كلام مش هيخلص، وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور غاوي تعديل. قبل ما نبدأ الشرح بطلب منكم الدعاء لصديقي الراحل البشمهندس أحمد نجيب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. النهاردة هنتكلم عن إزاي تحدد عدد المستخدمين اللي شغالين معاك على الراوتر. عارف إن الموضوع ده قديم، لكن أنا حبيت أشاركها معاكم. طيب، ليه أنا حبيت أزود مستخدم جديد؟ بص يا سيدي، أختي ندى دخلت سنة أولى ثانوي أزهري، وده طبعا محتاج تليفون جديد عشان تذاكر عليه المواد الشرعية وتتابع المدرسين على الواتساب، فكان لازم أزود مستخدم على الشبكة. يلا بينا نبدأ الشرح خطوة خطوة. افتح جوجل واكتب في البحث 192.168.1.1.1. ولو طلع لك تحذير إن الموقع غير آمن، دوس متابعة على أي حال. ما تقلقش، الموقع آمن 100%. هتفتح معاك صفحة فيها خانتين، يوزر نيم وباسورد، وهتلاقيهم مكتوبين ورا الراوتر، وغالبا اليوزر نيم بيكون ادمن. بعد ما تدخل البيانات دوس انتر. ما تتوترش من شكل الصفحة، الموضوع بسيط جدا. ولو احتجت أي حاجة جوه الصفحة دي قول انت بس عليا، وإن شاء الله هعمل شرح مفصل ليها قريب. وبالمناسبة أحب أقول الله يرحمك يا باشمهندس أحمد نجيب. أنا زمان كنت بخاف أفتح الصفحة دي، لكن شرحه الجميل كان السبب إني أتغلب على خوفي. ده نكمل. دوس على لوكال نتورك، ثم WLAN، ثم WLAN SSID Configuration. هتلاقي اختيار اسمه Maximum Clients، ده بيحدد عدد الأشخاص المسموح ليهم يتصلوا بالشبكة. أنا مثلاً مكتوب عندي 4، يعني 4 أجهزة بس، فلو في شخص خامس معاه الباسورد وحاول يدخل مش هيعرف طالما الأربع أماكن ممتلئة. هغير الرقم من 4 إلى 5 واضغط Apply. بس كده يا عم، وربنا يستر على الباقة اللي أصلاً مش بتكمل. وبكده يكون خلصنا